المشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الذكرى الثلاثين لعيد الاستقلال. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا أحبكم فيها شهاب الرأي والمستهل بهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال بعيد الاستقلال رسميا بحفاوة كبيرة. الشعب الإريتري يستقبل 24 من مايو عيد الاستقلال بحفاوة وأمل. مراسم الاستقبال بعيد الاستقلال في إقليم عسبة وساوا. حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز 300,000 في الهند. طهران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطائرة مدنية حولت بيلاروس مسارها تغادر مينسك باتجاه بيلاروس. مرحبا بكم. نظم الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال عصر اليوم بحفاوة كبيرة في استاد أسمرة بالمارشات العسكرية والبرامج الفنية تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. وقال فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي نظم بمراعاة الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا وبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت جماهير الإريترية، قال إن أهمية وروعة هذا اليوم العزيز الذي يشع أكثرا عاما بعد عام يدفعنا إلى جانب الابتهاج والفخر الهائلين الذي يغمرنا به هذا اليوم إلى التفكير في العديد من الحقائق التي لا تمحي والتفكير فيها. وأوضح أن أهمية هذا اليوم الميمون تتجلى أيضا في صمود الشعب الإريتري على مواجهة التحديات المختلفة وإحباطها في 30 عاما الماضية بعد الاستقلال، حفاظا على السيادة الوطنية التي حصل عليها من خلال التضحيات الغالية والعدالة وحمايتها. لكن استمرارية أجندات الجشع والهيمنة بقي السائدة دون رادع فعال، ونتيجة لذلك كانت التحديات التي كان علينا أن نواجهها في 30 عاما الماضية تماما كما كان الحال في 50 عاما الماضية عديدة ومتعددة الأوجه. وقال فخامة الرئيس إسياس أفورقي: تقاس أهمية هذا اليوم الميمون للذكرى 30 لاستقلالنا بالمقاومة والصمود غير العاديين للشعب الإريتري، وذلك من خلال انتصاره في حماية سيادته واستقلاله والحفاظ عليهما، مهنئا الشعب الإريتري وقوات دفاعه الجسورة. كما حث فخامته على مبادرات أكثر ديناميكية ونشاطا من أجل التنفيذ الفعال لبرامجنا التنموية على أساس خارطة الطريق التعبوية العامة والمنقحة، والتي تستند إلى مشاركة شعبية واسعة، لأن الوضع العالمي والإقليمي المضطرب السائد يؤكد على ضرورة تعزيز مساعينا التنموية بما يتجاوز الجهود التي نقوم بها للحفاظ على استقلالنا الوطني وسيادتنا وحمايتهما. وحث على وجه الخصوص على زيادة مشاركة مواطنينا في الخارج في ضوء إمكاناتهم الأكبر وفرصهم المتميزة. وكان رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات مفوض الثقافة والرياضة سعادة السفير زمدة تخلي قد ألقى كلمة أوضح فيها بإعداد الاحتفال بمراعاة إجراءات مكافحة كورونا، وشكر كل من ساهم لتنظيم الاحتفال. وتضمن الاحتفال بالذكرى 30 للاستقلال الذي استمر ل4 ساعات تضمن المارشات العسكرية لقوات الدفاع والأغاني والقصائد الشعرية والعروض الموسيقية لذكرى الاستقلال والألعاب النارية التي استمرت ل20 دقيقة. استقبل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر 24 من مايو يوم الحرية الذكرى 30 لعام 2021 المحتفل بها تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. استقبلها بفرح وابتهاج مجددا العهد لتنفيذ وصايا الشهداء. وعبر المواطنون مساء 23 من مايو عن فرحتهم وسعادتهم وتمنياتهم
بالتجول في الشوارع الرئيسية في العاصمة أسمرة، كما أطلق صباح اليوم عند 6:21 مدفعا تعظيما للمناسبة الجليلة. وأوضحت وكالة الأنباء الإريترية نقلا عن المواطنين مواصلة النضال الذي بدأ لازدهار وتطور البلاد، مؤمنين ومحافظين على مكتسبات الاستقلال المحققة بتضحيات جسام. وبث عصر اليوم فعاليات الاحتفال الرسمي بذكرى 30 لعيد الاستقلال المجيدة مباشرة عبر صوت الجماهير والفضائية الإريترية. احتفل أقليم عنسبة وساوى بذكرى 30 لاستقلال البلاد تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. وأوضح حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى في الاحتفال الذي جرى على مستوى الإقليم في حضرته كرن، أوضح أن القيم النضالية حققت المعجزات بعد الاستقلال أيضا، وقال إن المرحلة الجديدة المبشرة تجعل احتفال هذا العام استثنائيا. وذكر رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم السيد سراج حجي أن هذا اليوم مناسبة لتجديد الشباب العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وشكر المساهمين لحفاوة الاحتفال. وفي الاحتفال الذي جرى بعيد الاستقلال في ساوا، قال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بسايجدي إن إريتريا حققت الاستقلال وأمنت السيادة باستشهاد خيرة أبنائها، وإن احتفال هذه السنة يعتبر احتفالا تاريخيا مضاعفا وضعا في الاعتبار قضايا كثيرة. وشهد الاحتفال مناشط ثقافية نظمها طلاب الصف 12 والدفعة 13 للتدريب المهني والدفعة 34 للخدمة الوطنية. احتفل الإريتريون المقيمون في الكويت وجنوب السودان وجدة بالمملكة العربية السعودية بذكرى 30 للاستقلال. وجدد الإريتريون في الكويت العهد للإلفاء بكل المتطلبات لإنجاح برامج التنمية الوطنية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي في المناسبة إن الشعب الإريتري حقق إنجازات كبيرة رغم أنها لم تكن حسب المأمول بسبب العداءات التي واجهته في سنوات الاستقلال الثلاثين. وأوضح أن التقدم المحرز للتصدي لوباء كورونا هو نتاج الجهد المشترك والانضباط القوي للحكومة والشعب. كما احتفل الإريتريون المقيمون في جنوب السودان بعيد الاستقلال يوم 23 من مايو بحضور الأصدقاء من مواطني جنوب السودان. وأوضح سفير إريتريا السيد يوحنس سخلا ميكائيل في الحفل الذي أقيم أن إريتريا واجهت في 30 سنة من عمر الاستقلال تحديات وعدائيات قوية، ورغم ذلك حققت انتصارات كبيرة في مختلف المجالات، وأكد الثقة التامة لمواصلة المسيرة باندفاع مضاعف تحت القيادة الرشيدة والشعب الصامد. من جانبه ذكر رئيس الجالية سيد أماري قبرآب بالنضالات الجسورة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والزود عنه، وأن احتفال الاستقلال يعكس ذلك. واحتفلت الجالية الإريترية في جدة السعودية بعيد الاستقلال مؤكدة الاستعداد للدفع ببرامج التنمية. وهنأ قنصل إريتريا العام السيد عبد الرحمن عثمان هنأ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات دفاعه، وقال إن القدرة الإريترية التي حققت المعجزات في التصدي والتنمية في 30 سنة الماضية ستقوم بدور رائد لتحقيق الرؤية الوطنية في المرحلة الجديدة المبشرة. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تنفيذ أعمال مرضية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أساس مبدأ التوزيع المتساوي للموارد والخدمات لجميع المواطنين.
وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية السيد محرتاب فسهية بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال، قال إن القسم قام بدراسات موسعة حول الأيتام والمشردين والأطفال المعاقين والحوادث الطبيعية ومن صنع الإنسان التي قد تحدث في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر وسبل مكافحتها مجتمعيا، مشيرا إلى تنفيذ 96 مشروع رعاية اجتماعية نتيجة للدراسات التي أجريت. وأوضح إعداد المسودة الأولى للسياسة والخطة الاستراتيجية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية من عام 2021 وحتى العام 2025، مشيرا إلى أنها ستسهم في دفع بأنشطة الرعاية الاجتماعية بعد تنقيحها وتقديمها، وذكر إقامة لجان حقوق الطفل في 52 مديرية. كما أكد تقديم دعم بأكثر من 440 مليون نقفة لتأهيل الأسر الراعية للأيتام ومساعدة الأسر التي يتواجد فيها أطفال مصابون بالإيدز بأكثر من 58 مليون نقفة، والأسر الراعية ل 303 من الأيتام في دور الرعاية الأسرية وحصولهم على فرص التعليم والعناية، ومساعدة 1357 من الأطفال المعاقين في الريف بالدواب وأدوات الحركة. وأشار إلى تقديم الدعم باللوازم الدراسية والنقدية لشراء الزي المدرسي ل 4500 طالب محتاج سنويا، وتدريب حوالي 1232 من الأطفال المحتاجين مهنيا تماشيا مع أعمارهم بالتعاون مع المؤسسات الطوعية. وأوضح السيد محرتاب فسهية بأن الدعم المجتمعي للمعاقين يقدر بحوالي 20 مليون نقفة، مشيرا إلى صرف أكثر من 951 مليون نقفة للمعاقين في معسكر دندن والمتواجدين داخل المجتمع، وتقديم مصانع الأطراف الصناعية في عد قعداد وكرن الدعم بالأدوات المجانية والجزئية لحوالي 38 ألف معاق. وفي الختام قال السيد محرتاب إن الجهود متواصلة لتنمية القدرات البشرية في القسم بالتعاون مع مختلف المؤسسات. مشاهدينا الفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقبل الختام لكم التذكير بأهم العناوين في النشر. الاحتفال بعيد الاستقلال رسميا بحفاوة كبيرة. الشعب الإريتري يستقبل 24 من مايو عيد الاستقلال بحفاوة وأمل. الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم عنسبة وساوى. حصيلة وفيات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف. طهران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطائرة مدنية حولت بيلاروس مسارها تغادر مينسك باتجاه فيلونوس.